القضية. السلام عليكم. هذه الحلقة حقيقة مخصصة لدراسة قيمة جدا حضرها الدكتور ياسر الخلايلة أستاذ القانون الدولي بجامعة عمان العربية حول حق الشركس بالعودة بين الواقع والقانون. حسب القانون الدولي تقول هذه الدراسة، واللي راح أحاول أختصرها بالدقائق العشر القادمة. حق العودة، واسمحوا لي أقرأ: عموما هو حق لأي شعب طرد أو خرج من موطنه لأي سبب كان وفي أي وقت في العودة إلى الديار أو الأرض أو البيت الذي كان يعيش فيه حياة اعتيادية قبل تاريخ الرحيل. وهذا الحق ينطبق على كل شخص سواء كان رجلا أو امرأة، وينطبق كذلك على ذرية أي منهما مهما بلغ عددها وأماكن تواجدها ومكان ولادتها وظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. حق العودة غير قابل للتصرف، وهو مستمد من القانون الدولي ومكفول بمواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في 10 كانون أول ديسمبر سنة 48، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 13 على ما يلي: لكل فرد حق مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده. وهذا تكرر في المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان الأوروبية والأمريكية والإفريقية والعربية. وفي اليوم التالي لصدور الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، أي يعني في 11 كانون أول سنة 48، صدر القرار الشهير رقم 194 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وليس أو التعويض. وأصر المجتمع الدولي على تأكيد قرار 194 منذ عام 1948 أكثر من 135 مرة، ولم يعارضوا إلا الكيان الصهيوني. وبعد ما وقعت اتفاقية أوسلو عارضته الولايات المتحدة الأمريكية. ومع هذا فالقانون الدولي بيقول أن حق العودة هذا لا يسقط بالتقادم وهو يورث، ولا يزول بالاحتلال أو بتغيير السيادة على البلاد. ما حدث للشراكسة في القرن التاسع عشر عندما هجروا قسرا من بلادهم يقع في التعريف الفني للقانون الدولي تحت طائلة أو تعريف التنظيف العرقي، ويعد قانونا جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، ويحاكم عليها كل شخص من أصغر جندي إلى أكبر رئيس دولة قام بذلك وساهم سواء بالتنفيذ أو التحريض أو عدم منع وقوع جريمة التنظيف العرقي، وهذا حسب ميثاق روما سنة 98. إذن إحنا أمام حالة قانونية معترف بها موثقة لا تسقط بالتقادم ويثبتها القانون. 2. ماهية الحقوق المقررة للشركس في القانون الدولي العام. كما قلنا مع الأسف يعني القانون الدولي يقول لنا فقط حق العودة ويرتبط به حق التعويض. الآن قد يقول قائل: طيب أنا إذا كان ما عندي إلا حق العودة بموجب القانون العام الدولي، ماذا أستطيع أن أفعل؟ يعني أنا أرجع لروسيا وأقعد وبعدين؟ الحقيقة أنه أنا سألت الدكتور ياسر وقلت له يعني ماذا بعد؟ قال لي: بعد أن يكتسب المواطن الشركسي حق العودة يستطيع أن يطالب بكل المواد اللي وردت ال7
اللي وردت في الحلقة الماضية واللي تحدثنا عنها. بالإضافة إلى هذه الحقوق أو هذا الحق، هناك حق للشركس في مواجهة روسيا. يعني بعيدا عن التسلسل التاريخي، هناك مرتكزات قانونية تقول أنه حق العودة والتعويض ليس مثلا واحد منهم بديلا عن الآخر، بل هم بيمشوا مع بعض بتماسك عجيب جدا. نحن مع الأسف يعني معظم الأحداث والقوانين والقرارات اللي صدرت عن الأمم المتحدة وعن مجلس الأمن تستند فقط إلى حق الفلسطينيين في العودة والتعويض. ونحن وجدنا أنه يعني كما يقول الدكتور ياسر أن الحقوق والحالة الشركسية تنطبق تمام الانطباق على الوضع أو الحالة اللي أسستها المجتمع الدولي، أسس المجتمع الدولي في مقابل إسرائيل، مع امتياز واحد أنه ليست هناك تعقيدات مثل ما الحالة الفلسطينية بتحاول إسرائيل تعملها، أنه بتقول مثلا تعالوا نعوض اليهود اللي كانوا عايشين في البلاد العربية قبل 48 عن خسائرهم لما أجلوا أو أخرجوا من الديار العربية وذهبوا إلى إسرائيل. وهذا طبعا كلام مغلوط. لكن في حالة الشركس مع روسيا لا يوجد هذا الكلام، لأنه ما فيش روس كانوا عايشين في تركيا وسوريا والأردن وطردوا مقابل الشركس اللي طردوا. هذه واحدة. والأخرى أنه في حالة القضية الشركسية الشركس لا يطالبون بتغيير نظام الحكم في روسيا أو بتغيير العقيدة السياسية الروسية، بالعكس هم يريدون فقط بلادهم أن تكون مستقلة وأن يعودوا إليها يمتلكوا حق العودة. أيضا تتطرق الدراسة إلى الحقوق المقررة للأقليات في ضمن القانون الدولي. أولها الحق في التعليم. يجب أن يحظى كل شخص من الأقليات في كل مكان في الدنيا بنفس فرص التعليم التي يستحقها المواطن الأصلي أو أبناء الأغلبية. 2 الحق في المشاركة في الحياة الثقافية. لا يستطيع ابن الأقلية أن يقيم علاقة سوية متوازنة مع أبناء الأكثرية في أي مجتمع إلا إذا كان تمتع هو أيضا بهذا الحق حتى يستطيع أن يتكلم اللغة ويعرف العادات. 3 الحق بالجهر في دين الأقلية واتباع تعاليمه. وهذا أنا بعتقد أنه يعني واضح جدا أنه إذا كان هو مسلم يجب أن تكون له الحقوق كاملة في اتباع الإسلام، وإذا كان مسيحيا وهكذا. 4 الحق في استعمال لغة الأقلية. وهذه يعني حقيقة عانى منها الشراكسة بشكل خاص في تركيا، لأنه بعد حرب التحرير التركية في 1922 عاد المقاتلون الشراكسة الذين خدموا في الجيش التركي ودافعوا عن استقلال تركيا ليجدوا أنهم ممنوعون من النطق بلغتهم في الأماكن العامة ومن التسمي بالأسماء الشركسية ومن افتتاح النوادي والجمعيات إلى آخره. وهذه بقيت يعني فترة طويلة جدا. فأيضا من التوصيات اللي بتقدمها هذه الدراسة أنه يجب أن لا نفقد الأمل ولا نجعل اليأس والإحباط يتسللوا إلينا. 2
المدخل القانوني في عرض القضية بكل جوانبها مهم جدا جدا جدا، لأنه في حالة رفض روسيا المطالب الشركسية الموثقة المدروسة، يستطيع بموجب القانون الدولي كل شركسي صاحب قضية أن يتجه إلى المحكمة الدولية ليثبت حقوقه وليثبت مطالبه تجاه يعني تجاه روسيا. وهذه الآن صارت في أكثر من هيئة دولية، أهمها لجان الحقيقة اللي حصلت في لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا. أيضا التعاطي السياسي المكثف للقضية يجب أن يكون يعني في جانب نشيط جدا، وإضافة إلى كل هذا يجب أن يكون هناك جانب معرفي توثيقي يجمع الحقائق ويبوبها بشكل مقبول وموثق وقائم على سجلات وأدلة وبراهين قاطعة مانعة. أكتفي بهذا القدر وأشكركم على حسن انتباهكم، وإلى اللقاء.